ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن اضطراب شخصية مختلف شوية عن اللي الناس متعودة عليه. الناس متعودة ان الناس تتكلم عن اضطراب الشخصية النرجسية والنرجسي بيعمل ايه في حياتنا والكلام ده. في ناس برضو بتتكلم عن اضطراب الشخصية البينية او الحدية. النهارده هتكلم عن اضطراب مختلف، هو اضطراب الشخصية الاعتمادية. الDBD او Dependent Personality Disorder. انا قابلت الاضطراب ده فعلا في الحالات بتاعت الجلسات، وكان واضح جدا التأثير بتاعه على الحالة. الاضطراب ده بيكون فيه الشخص مش قادر ان هو ياخد قرار لنفسه، طول الوقت عايز يعتمد على حد تاني، ان هو يفاليديت ويفاليديت جدا واكتر من حد، ناس تزقه ان هو يعمل الحاجة دي. الوضع بتاع الشخصية الاعتمادية بيكون ناتج عن ايه؟ ناتج عن تنشئة فيها تدليل زائد مثلا. لو اتعود طول الوقت ان انا ما بعملش حاجة، فانا مش بعرف اعمل حاجة مع تتابع الموقف. وناس بتوصل لسن كبير كمان ما بتبقاش قادرة تعتمد على نفسها، وبتحتاج تكون في علاقات احيانا مش احيانا، معظم الوقت بيتم استغلالها في العلاقات دي، نتيجة لان هي خايفة انها تتساب لوحدها وهي ما بتعرفش تعمل حاجة لوحدها. فبيبقى عندها خوف من الهجر، بيبقى عندها قرارات سريعة دايما وأحيانا خاطئة، إنها تبقي على علاقات مسيئة، تعرض لاستغلال في العلاقات. طول الوقت محتاجة حد زي ما قلنا يفاليديت اللي هي بتعمله بشكل مكثف، يعني طول الوقت محتاجة حد يقولها تعمل ايه، وده بيبقى صعب جدا لأن بتبقى صيدة سهلة لناس كتير مضطربين اضطرابات تانية. فأنا أتخيل إنها حتى لو وصلت لحالة من إنها فقدت أو سابت علاقة كانت مسيئة، كان فيها بيتم استغلال، بتجري تدور على علاقة شبيهة، نفس الكاتيجوري اللي كانت قاعدة فيه بس مع شخص تاني علشان تقدر تكمل. الناس اللي عندهم شخصية اعتمادية ممكن كمان يكون من الأسباب إن حصل هجر أو فقد مبكر في حياتهم. ممكن يكون إن هم اتربوا في تربية قاسية، ما كانوش الدنيا تمام، يعني التدليل الزائد أو القسوة ممكن تبقى سبب في الموضوع ده. كمان في عوامل شخصية بقى وعوامل وراثية. ممكن الشخص ده يكون حد خجول، حد قلق أساسا، ما بي مش بيعرف يدخل في علاقات بسهولة مع الناس، حد شخصيته مش هنقول انطوائية بس متحفظة شوية. فكل الحاجات دي بتساهم في إن الموضوع يبقى موجود يعني. طيب احنا بنعمل ايه؟ من ضمن الحاجات اللي بنأكد عليها في العلاج بتاع ال DBD أو ال Dependent Personality Disorder، إن يكون في تنمية لمهارات توكيد الذات أو Self Assertiveness، لأن هما ما بيبقوش قادرين يقولوا لأ، ما بيبقوش قادرين ياخدوا قرارات، بيخافوا ياخدوا قرارات أصلا علشان ممكن القرار ده يخليهم يفقدوا العلاقة اللي فيها قدر من الأمان الزائف اللي هم حاسين بيه. انا حاسس ان انا لو الحد ده سابني انا هضيع. تمام. فضروري ننمي ثقتهم بنفسهم، ننمي مهارات التوكيدية، نشتغل على الافكار بتاعه حاجتين، بتاعه العجز وبتاعه الفزع، لان هم معتقدات الكفاءة ومعتقدات الامن عندهم فيها مشكلة. بنشتغل طبعا على تنظيم المشاعر من الDBT، بنشتغل على تنمية مهارات عندهم علشان في الآخر نبدأ نقوم الإنسان اللي معانا ده إن هو يبدأ ياخد خطوات حتى لو بسيطة، بنبدأ معاه واحدة واحدة. حتى قرار إن هو ياكل إيه، إن هو يشرب إيه، إن هو يخرج فين، حاجات بمنتهى البساطة، أو حاجات بتبقى زي تاتا تاتا كده، لحد ما تبدأ الحال اللي معايا أو الشخص معايا يبدأ يقوم على رجليه شوية. ده كان شرح بسيط كده لموضوع اضطراب الشخصية الاعتمادية. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جاي، وتدوموا بخير يا رب.